السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم ألف وصفة وصفة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. الوصفة ديال اليوم هي اللي وعدتكم نبوستي لكم آخر مرة، المسمن اللي جربت ببديل الزبدة. كما كتلاحظوا معي تيجي خفيف، تيجي مورق وتيجي ناشف من الوسط، يعني مسمن اللي هو ناجح 100%. وباش تستافدوا أكثر ويبان لكم الفرق، النصف الثاني ديال المسمن خدمته بالزبدة الحيوانية، حتى هو تيجي على هذا الشكل هذا. نمشيو نشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا اكثر ويبان لكم الفرق بين النوعين ديال المسمن. نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو ديالنا، وما تنسوش الدعم القناه، الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وسورتو البارطاج باش كتوسع القناه ديالنا ان شاء الله. ندوزو نشوفوا على بركه الله المقادير وطريقه التحضير بالنسبه لجميع المتتبعات الحادقات. كلشي تعرف يصوب المسمن. غادي نقول لكم بسرعه المقادير اللي استعملت تقريبا نصف كيلو من الدقيق الابيض، واحتاجيت كذلك ربع كيلو من الدقيق الاصفر ولا السميد الناعم ولا الفينو. غادي نخلطوهم بجوج. ضفت معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ممكن تعوضوها بمعلقه العسل، والقليل فقط من خميره الخبز، تقريبا قد الحمصه ديال خميره الخبز كما تعودتوا معايا في المسمن ديالي. نستعمل فيه خميره الخبز لانه صحي اكثر. كنجمعوا الكل بالماء وغادي ندلكم مزيان العجينه ديالنا. انا العجينه ديالي المسمن ضروري ندلكها حيت فيها الخميره، فاحنا مباشره بعد ما غادي ندلكوها غادي نبداو نورقوا فيها. فلذلك خصكم تدلكوها مزيان باش يجيكم المسمن ناجح. كما لاحظتوا معايا العجين ديالنا من بعد ما تدلك مزيان صبح يعني متجانس وخفيف كما كتلاحظوا معايا. غادي نشكلوه كويرات صغار قد المشماشه، غادي ندهنوهم بزيت المائده، وغادي نغطيهم بواحد الفيلم، وغادي نخليهم يرتاحوا على ما وجدنا سطح العمل. بالنسبة للتورق غادي نحتاجو كمية من الزبدة ولا بديل الزبدة اللي حضرنا مع بعض، وغنحتاج القليل من الفينول اللي ضفت فيه واحد المعلقة ديال خميرة الحلويات. كما كتلاحظوا أول كويرة كنطلقوها بزيت المائدة حتى كتصبح شفافة وكيبان لنا سطح العمل. كندهنوها بالقليل من البديل الزبدة، وغادي نرشوها بالقليل من الدقيق، كنشكلها على شكل مربع، غنحطها على جنب. ثم غادي ناخذ كويره اخرى اللي غادي نسرحوا بنفس الشيء بالزيت حتى كتصبح كذلك شفافه. مني كي تعطينا هاد الفقاعات كتشكل في العجينه ديالنا، هذا يعني ان العجين ديالنا تدلك مزيان والنتيجه ديال المسمن غتكون ناجحه ان شاء الله. كما لاحظتوا معايا من بعد ما صبحت شفافه دهنتها بالقليل من الزبده والفينو ودرت في وسط منها داك المربع الاول. هكذا غادي نكمل حتى نكمل الكويرات ديالي، والنصف الباقي غادي نخدمه بهاد الزبده الحيوانيه. كما كتلاحظوا اللون ديالها اصفر باش نشوفوا الفرق. هنا كما درت في المرحله الاولى نفس الخطوات غادي نكررها مع هاد الزبده الحيوانيه. غادي نطلق المسمن ديالي يصبح شفاف، ندهنوه بالقليل من الزبده اللي هاد المره دوبت، وغادي نرشها بالدقيق الفينو مربع في وسط مربع، وهكذا حتى غادي نكمل المسمن ديالي كذلك. وغادي نمشي مباشره باش غادي نخبز المسمن. هاد الطريقه ديال الطي ديال المسمن يعني وحده في قلب وحده كتخليه يجي مورق. تنبداو باول مربع حضرنا تيكون ارتاح، غادي نرشوا القليل من الزيت فوق سطح العمل، وتنبداو نرقوا في المسمن ديالنا. ما ترقوهش بزاف باش يبان لكم داك التورق ملي كطيبوا المسمن. نصائح مهمه تنعطيها لكم باش تنجح معكم الوصفه. كما كتلاحظوا معايا المقلاة اللي وضعت رشيتها بالقليل من الزيت بعد ما سخنات مزيان، دائما على نار متوسطه ما تكونش النار عاليه باش داك المسمن ديالكم ياخذ حقه في الطياب ويطيب حتى من الداخل ويتورق. هذه راه نصائح مهمه لازم تتبعوا باش تنجح معكم الوصفه. كما لاحظتوا انا وضعت جوج مقلات، وحده غادي ندير فيها داك المسمن اللي حضرت بديل الزبده، والمقله الثانيه غادي نوضع فيها داك المسمن اللي حضرت بالزبده الحيوانيه. هنا زوميت على هذا المسمن هذا حيت هو الموضوع ديال يعني الفيديو ديالنا اليوم، باش تشوفوا الشكل ديالو. الشكل ديالو غادي تقريبا ما غيبانش لكم الفرق بينه وبين المسمن الاخر. كما لاحظتوا معايا المسمن اللي كيتنفخ وحتى اللون ديالو راه تيجي محمر وتيجي زوين. اذا الشكل ديالو راه ناجح.
ما كاينش الفرق بينه وبين المسمن يعني اللي مصوب محضر بالزبدة الحيوانية. اللهم المذاق، فالمذاق راه كيجي مختلف. واكيد كتعرفوا المذاق ديال جميع الفطائر اللي كتحضر بالزبده الحيوانيه تكون فيها واحد اللذه، واحد الطعم يعني لذيذ بزاف، حتى شي واحد ما تيخفى عليه. هذه هي النتيجه ديال المسمن. تيبقى لكم الاختيار في استعمال اي نوع من الزبده بغيتو، ممكن تخلطوهم بجوج. وهذه هي النتيجه ديال المسمن ديال الموضوع ديالنا اليوم. تيجي مورق، تيجي ناشف، يعني تيجي ناجح. الا بغيتو راه ما تيبانش لكم الفرق بالنسبه للناس اللي يعني مولفين كيشريو ولا تياكلوا المسمن الزنقه. ما غيبانش لكم الفرق، لان غالبا المسمن ديال الزنقه راه تيطيبوه غير بالمارغرين. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من يعني الفيديو ديال اليوم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى.